السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد علي من قناه نجرب وفيديو جديد. قاعد بفكر هعمل ايه فيديو جديد، فقعدت اقلب في القناه كده، لقيت معظم القناه بقت عندي كلها برجر وبيتزا وفرايد تشيكن، فقلت لا نجرب بقى حاجه جديده ما عملناهاش. فجي قدامي كده على الفيسبوك صفحه حواوشي الرفاعي، قلت حواوشي دي حاجه جديده ما عملناهاش، وانا برضو ما جربتوش قبل كده، وفيديوهات كتير قوي معمول عليه بتشكر فيه، فقلنا نجيبه ونجرب. فدخلت على صفحتهم على الفيسبوك ودخلت على المنيو، فاول صوره في المنيو لقيتها الصوره دي، الاكثر طلبا في 2022، فلقيت ان هم 8 سندوتشات. فقلت فكره نجيبهم ونشوف ايه الاحسن في احسن حاجات اتطلبت في 2022 عندهم. وكمان لقيت لهم ابلكيشن باسمهم، باسم الرفاعي، عشان تعمل من خلاله الاوردر، فعملت الاوردر من خلاله، وكان الموضوع سهل وبسيط بصراحه. يعني ده مش دعايه ولا اي حاجه، ده تجربتي الشخصيه. المهم طلبت الاوردر في خلال ساعه تقريبا، وده الاوردر بتاعنا في الشنطتين دول. وزي ما انتوا شفتوا كده في الصوره ان الاكثر طلبا هم 8 سندوتشات، انا جبتهم كلهم، بس للاسف في الفرع اللي انا طلبت منه، ان انت لما بتيجي تطلب في الابلكيشن بتطلب من فرع معين القريب منك، فلقيت في الفرع ده مفيش عندهم اللي هو صاحبه السعاده، فجبت بداله رغيف حواوشي ضاني وقلت نجربه. خلينا نبدا كده بحاجه حاجه وندوق ونشوف. بس قبل ما نبدا زي ما انتوا عارفين بقى اللايك، ومش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل الفيديوهات اللي جايه. ويلا نبدا الفيديو. واول واحد معانا هو الحمد لله ان هم طلعوا كاتبين على العلب، لان انا كنت خايف من الحته دي، وخصوصا ان انت بتتعامل مع ابلكيشن ما فيش حد بتكلمه ولا بتقول له انت عايز ايه او مش عايز ايه، بس هم الحمد لله يعني كاتبين هنا، وده اللي انا فاهمه ان هو ضاني يعني. فبصراحه يعني البوكس جميل وبراندنج وابلكيشن، لا يعني ناس ماشيين صح. انا عايز اقول لكم ان الروايح هنا يعني جامده جدا. طب تعال نبدا باول حاجه معانا، وهي رغيف حواوشي ضاني سعره 55 جنيه. اوه، ده الحجم غريب، بصوا الحجم. ده في الغالب العيش ده هما بيخبزوه بنفسهم يعني، انا بقول من عندي الله اعلم يعني. طيب هو السندوتش عباره عن اللحمه بس، مفيش اي ميكسات، لسه ما بدأناش بقى في الجبن والحاجات، فعباره عن لحمه متبله وخلاص يعني، ولسه سخن بقى وايه. كميه اللحمه كويسه، مغطيه الرغيف كويس. تعال ندوق، بسم الله. طب هو الطعم باين بتاع الضاني كده، بس مش الطعم اللي هو ايه يقفل الناس، في ناس بتتقفل من ريحة اللحمة الضاني، لكن هنا الطعم معقول والتتبيلة معقولة، وريحة كمان ريحة الضاني ظاهرة، فأديله 6/10. تعال نروح اللي بعده. تاني رغيف معانا هو مكتوب عليه فراخ، وده اللي هو تشيكن جبنة، من ضمن الحاجات اللي اتطلبت برضو، وسعره 50 جنيه. طيب هو لونه افتح شوية من اللي فات، ممكن يكون عشان فراخ فعلا، والمفروض ان هو بجبنة. اوه، استنى كده، تعال نفتح كده ونشوف. اوه، طيب هي قطع فراخ ومتغرقة جبنة. تعال ندوق، بسم الله. ما هو طعمه حلو مختلف، ومتقطع معاه كده شوية فلفل أخضر وفلفل أحمر، ومدي شوية سبايسي بسيطة خالص 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 يعني، فكفكرة حلو، وتقييمي ليه أديله 7/10. تعال نشوف اللي بعده. الرغيف اللي بعد كده مكتوب عليه ميكس لحمة، هو ميكس لحمة بسطرمة. طب ده سعره 60 جنيه. تعال نفتح ونشوف. فعلا سندوتش فيه لحمة وقطع بسطرمة وقطع طماطم وقطع فلفل أخضر وشوية جبنة أعتقد يعني، تعال ندوق ونشوف. لا حلو الرغيف ده،
طعمه حرش كده، البسطرمة مدياله شوية حرشانة كده، لا اديله 8 من 10. تعال نشوف اللي بعده. الرغيف اللي بعد كده معانا مكتوب عليه بيف بيكون. ده بيف بيكون، ده سعره ميكس بيكون مشروم ب70 جنيه. تعال نفتح ونشوف. ده عملاق ده. بص السندوتش قد ايه، والمشروم طالع بره وايه، اوعى. طب نشوف قطع مشروم وبيف بيكون وقطع طماطم وقطع فلفل وتقريبا في جبنة. هنشوف، تعال ندوق ونشوف. معلش بقى على الإضاءة، شكلنا نكمل بقى الفيديو كده. بسم الله. لا الرغيف ده جامد قوي، يعني البيف بيكون موديه في حتة، والمشروم عامل إضافة، والخضار اللي هي الطماطم والفلفل الأخضر، وفي زيتون. فلا السندوتش ده أو الرغيف ده عالمي جدا جدا. تقييمي ليه أديله 9 من 10. تعال نشوف اللي بعده. الرغيف اللي بعد كده معانا وهو ايه ده؟ طب هي دي كلمة واحدة تقريبا، يعني على ما انا يعني مجمعها كده، كلمة دبل او دبل. فهم عندهم في فعلا رغيف اسمه دبل جبنة او جبنة دبل، وده سعره 50 جنيه. تعال نشوف. تقريبا هو بس يعني مش قدش زي التاني. بس هو واضح يعني ان كمية الجبنة فيه محترمة. طيب عبارة عن اللحمة بس والجبنة وشوية فلفل اخضر وطماطم. تعال ندوق. بسم الله. ده طعمه برضو حلو، وعجبني جدا حتة الجبنة دي او اضافة الجبنة اللي بيضيفوها، بتعمل اضافة حلوة قوي في طعم السندوتش، مش مجرد اضافة جبنة كده وخلاص عشان تمط وشو كده، لا بتدي طعم حلو. تقييمي ليه اديله 8 من 10. تعال نشوف اللي بعده. الرغيف اللي بعد كده اسمه جريمة اكل، ده سعره 60 جنيه. ده بصوا الجبنة اللي فيه قد ايه. واو. طيب هو ده عبارة عن جبنة مبدئيا كده. ده اللي هو في عندهم في المنيو حاجة اسمها حواوشي بدون لحوم. هو عبارة عن تركي اللي هو لون مدخن وجبنة وطماطم وفلفل أخضر. وفي إضافة بسطرمة أو بيكون هنا وبس كده. تعالوا ندوق. بسم الله. طعم التركي أو الروم المدخن باينة فيه التدخينة قوي، فده معناه ان هو حاجه كواليتي محترمه. مع البسطرمه دي بسطرمه مش بيف بيكون، مع الجبنه لا ميكس حلو قوي بصراحه. عجبني فيهم في افتكاساتهم بصراحه ان هي بتطلع بحاجه في الاخر. انا هقيمه 8 من 10. تعال نشوف اللي بعده. الرغيف اللي قبل الاخير مكتوب عليه ميكس بس. تعال نشوف. لا ده ميكس لحمه مع تركي مدخن وطماطم وفلفل اخضر وجبنه. لا بصراحة عجبني ميكس التركي مع اللحمة. أنا كنت فاكر إن هو التركي بيليق أكتر على الفراخ، بس لأ عامل مع اللحمة طعم حلو قوي. أديله 8 من 10. تعال نشوف آخر حاجة معانا، واللي هو انتركوت. سعر الرغيف ده تقريبا 70 جنيه. المفروض إن هو اللحمة المفرومة بتاعت الحواوشي وعليها قطع انتركوت ومعها طماطم وفلفل أخضر. طيب حلو الميكس ده. تعال ندوق كده. بسم الله. لا جامد قوي الطعم ده، يعني ميكس كده اللي هو ايه، هتاخد الرغيف تهيص فيه في اللحمه. يعني هم حاطين طبقه لحمه مفرومه بتاع الحواوشي ومعاها
قطع لحمة انتركوت، فطبعا طعم اللحمة طاغي جدا، فده اديله 9/10. طيب تعال الخص لكم التجربة اللذيذة دي. طيب التجربة لذيذة جدا ودسمة جدا، وكنت عايز اقول حاجة بس، ان الرغيف بتاعهم او الحواوشي بتاعهم مش مزيت او مدهن كده، يعني لما تخلص اكل مش هتلاقي ايديك كده ملحوسة دهون او كده، لا لا خالص، ودي حاجة تحسب لهم طبعا. بس عجبني جدا الحواوشي من عندهم، وعجبني جدا كمان الافكار والاختراعات اللي عملوها، ما اثرتش كمان على ان طعم الحواوشي يبقى واقع او مجرد افتكاسة طلعت في دماغ حد فحب يعملها، لا لا، حاجة تقريبا مدروسة اكيد طبعا واتعملت صح. طب خلينا كده ارتب لكم الحاجات اللي انا عجبتني من احسن حاجة لاقل حاجة. بس اجيب بس الريسيت عشان انا مش فاكر الاسماء كتير قوي. اول حاجة بصراحة عجبتني هي ميكس بيكون مشروم، وده كان رغيف غني جدا ودسم جدا، فده بالنسبة لي احسن حاجة النهاردة. تاني حاجة هتيجي بعد كده هو الانتركوت السادة، رغيف كده محمل ومحترم. وتالت حاجة هو ميكس اللحمة البسطرمة. ورابع حاجة هي الحواوشي ميكس تركي. دول تقريبا اول 4 حاجات عجبوني جدا. بعد كده الباقي الحاجات اللي هي الجبنة الدبل او الدبل جبنة والحواوشي الضاني وجريمة اكل وجبنة تشيكن او تشيكن جبنة، دول يعني هتبقى اذواق شخصية مش اكتر يعني. بس كده فيديو كده من الفيديوهات الجديدة عليا، سواء في القناة هنا او حاجة جربها اول مرة معاكم قدامكم. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جاية. وتلاقي في صندوق الوصف صفحة الفيسبوك ممكن تعمل له متابعة عليها، وتلاقي كمان اكونت انستجرام ممكن تعمل له متابعة. وشكرا لكم، سلام.